الخاصة من برنامج ما تشيلش هم لست وحدك نقدمها لحضراتكم، ونحن نستقبل غدا عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. كان لابد لنا أن ندخل ونسأل ونتعرف ونطمئن على أهالينا أبائنا وأمهاتنا في دار المسنين في طنطا، كيف يستقبلون عيد الأضحى المبارك، كيف يستعدون، كيف يحتفلون هم والمسؤولون في هذه الدار. أرحب بالسيد الأستاذ أحمد محرم رئيس مجلس إدارة. أهلا بحضرتك وبالسادة المنفذين للبرنامج جميعا. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. النهاردة وقفة عيد الأضحى المبارك، كل سنة وحضرتك بخير وكل أبائنا وأمهاتنا نزلاء هذه الدار بخير وسلام. بيكون في استعدادات خاصة، انتوا بتكونوا حريصين ان انتوا تدخلوا عليهم بهجة عيد الأضحى المبارك، لا سيما وان عيد الأضحى مرتبط عند أهالينا أبائنا وأمهاتنا بأنه كل واحد منهم كان بيتمنى أن يكون هناك بين الحجيج وفي عرفات. كيف تتعاملون مع تلك الأمنيات كلها؟ والله ده مش بيقتصر على يوم العيد فقط، ده من قبلها بيومين ثلاثة وما قبل يوم الوقفة كلنا بنستعد وبنبتهج وبنهنئ الجميع بالاحتفال بالعيد الكبير إن شاء الله، بأن احنا بنهنيهم وبنحاول ان احنا نقوم بدري ونأدي صلاة العيد جميعا، وخصوصا ان احنا دلوقتي انشأنا جامع جميل قوي مجهز ومفروش خاص بدار المسنين بطنطا، وكم سعادة أهل الحي بإنشاء هذا الجامع، لأنه يعني بيحسسهم وبيشعرهم وبينبههم بمواقيت الصلاة الخمسة، فبيحاول معظمهم إن هو يتفضل ينزل معانا نصلي العيد والابتهالات وكل مناسك يوم العيد كأننا موجودين بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد، ما زلنا مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج ما تشيلش هم لست وحدك، ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك. قلنا نحتفل وسط أهالينا ووسط القائمين على دار المسنين في طنطا. الأستاذ رضا يونان باسيلي أمين الصندوق، برحب بحضرتك في هذا اللقاء. أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير إن شاء الله. وخص بالذكر إخواننا المسنين اللي احنا منهم، ربنا يديم. مش باين على حضرتك يعني؟ نعم مش باين على حضرتك؟ لا أبدا، إزاي بقى، احنا منهم وليهم يعني. نعم. طيب حضرتك يعني رئيس الخزانة ومدير الخزانة هنا في الدار، عايز اعرف استاذ احمد كلمني، استاذ احمد رئيس مجلس الاداره كلمني انه في مشكله في الدعم ونقدر نقول المصاريف الدوريه من 2014. تواصلت امام حضرتك الان بالاستاذ جمال نصار، قال كان هناك تم نقل هذه الخدمه او هذه المبالغ من المديريه الى الوزاره، وعشان كده الاجراءات ان شاء الله ربما تخلص في شهر 9. المكالمه كانت امام حضرتك، لكن عايز اعرف كيف تدير الامور، كيف تبالغ الامور بالنسبه للنفقات، وانتوا عايزين تحافظوا على مستوى جيد بالنسبه للخدمه اللي بتقدم لاهالينا المسنين هنا. والله في جهود جماعيه وجهود شخصيه، وفي اشتراكات بيدفعها المسن، لكن احنا طبعا بصدد في بعض الغلاء. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوجد موارد للجمعية، وبصراحة في اهل الخير برضو بيتقدموا ومشكورين، طبعا المصريين مشهورين بالكرم وبالجود والحمد لله يعني. بس احنا بنخاف من المستقبل ان يجي النشاط يتوقف مرة واحدة بسبب، طب والناس دي تاكل ازاي وتشرب ازاي وتعايش ازاي لما ندفع كهرباء ومية وبندفع. بمناسبة الكهرباء والمية، هذه الدور اللي تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، هل لها في الخصوص معاملة خاصة بالنسبة للمبالغ؟ هل هناك مبالغ مخفضة ولا أنتم تعاملون معاملة عادية؟
لا احنا في تخفيض بيصل ل50%، لكن برضو احنا يعني الكهرباء بتزيد والميه بتزيد يعني وبنجيب انابيب غاز وحاجات زي كده، فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان. وفي اهل الخير، بس يعني احنا مش معقول هنعتمد على اهل الخير على طول، فبرضه التضامن لابد ان هو يساعد، يعني حتى ان هو بيشرف على الدار. طيب انت بتشرف على الدار، طب فين الدعم اللي انت بتقدمه؟ ما هو لابد ان يكون في برضه اهتمام. يعني لما تكون من سنة 2014 واحنا في 2016 قربت على الانتهاء، فيعني ده شيء برضه كبير جدا. في نادي والمسنين يعني احنا عايزين. الدار ملهاش اي موارد اضافيه غير اللي حضرتك بتقولها، التبرعات او الاشتراكات والمبالغ المخصصه من وزاره التضامن؟ لا الحمد لله. اي موارد تانية؟ ربنا يبارك بقى. احنا بنحاول بقدر الامكان. مجلس الاداره بصراحه متعاون في الناحيه ديت، وكل واحد بيعرف واحد من اهل الخير عايز يعمل حاجه، فبنحاول انه برضه، والحمد لله يعني لغايه دلوقتي ماشيه كويس قوي، يعني ربنا بيسترها معانا والحمد لله. طيب لو سألتك كده إجمالا كده، متوسط الإنفاق الشهري هنا في دار المسنين في طنطا بيعمل كام بكل المستلزمات؟ ده ممكن يوصل ل100,000. 100,000؟ لأن الأعباء كتيرة فعلا. في موظفين بيقبضهم كلهم برضو. عندنا كم موظف هنا بيقبض؟ عندنا حوالي 25 موظف. 25. عمال، وطبعا عمال ليليين وعمال نهاريين، بنحاول بقدر عموما احنا طبيبه. وفي بالنسبه للاعانه الدوريه السنويه المتاخره من 2014 تواصلنا مع الاستاذ جمال نصار وكيل وزاره التضامن الاجتماعي في الغربيه، ووعد بان الانجاز قريب جدا او الموضوع ده هينتهي قريبا. واحنا مع بعض يا استاذ رضا انه لو ما تمش هذا الامر يا ريت حضراتكم تتواصلوا معانا علشان نقوم بدورنا تجاه الدار وتجاه اهالينا المسنين في ان احنا ننجز هذا الامر. كل سنه وحضرتك طيب انت وكل اهالينا اللي هنا، كل سنه. وقناه وسط الدلتا اللي بتشرفنا دايما بخير، واحنا شاكرين مجهوداتكم الكبيرة، لأن انتوا بتكونوا متواجدين في كل المناسبات الجميلة الحلوة، وبتشعرونا بأن في ناس بتسأل علينا، واحنا الحمد لله، وربنا إن شاء الله هيكرمنا عشان خاطركم انتوا كمان. طيب قبل ما اسيب حضرتك وانت امين الصندوق، الزواج بعد 70 ضحك ولعب وجد، قصة حب جميلة وفريدة من نوعها عاشها اثنان من نزلاء احدى دار المسنين بمحافظه غربيه اللي هي احنا فيها دلوقتي، دار المسنين بطنطا، سطرت نهايتها بحفل زفاف عائلي حضره كافه النزلاء في الدار. الشباب شباب القلب، قرر الحاج امين عبد ربه 77 عاما ان يرتبط بالسيده فاطمه الشهوي 55 عاما. بنقول لهم طبعا الف مبروك. الموضوع ده كان في اول اغسطس، يعني هم لسه في شهر العسل يا استاذ رضا. طبعا وده بفضل وجود النادي. حضرتك بتسأل النادي ده فايدته ايه؟ هي نازله تشرب حاجه وهو نازل يشرب حاجه، شافوا بعض، قلبهم حس ببعض، والحمد لله. الاستاذ احمد بقى كان سباق، راح جاب المأذون وعمل لهم حفله هنا، فرح بجد يعني، كان جميل جدا، وشعرنا ان احنا بنقوم بدور يعني. طيب هما كده كان قبل كده قبل ما يتزوجوا كان هو له غرفة وهي لها غرفة، كده الغرفتين بقوا جنب بعض ولا بقى غرفة واحدة؟ طب يعني هما تركوا غرفة مثلا ولا ممكن ياخدوها؟ لا تركوا غرفة، ما احنا مش عايزين بقى نرجع تاني يرجعوا كل واحد لوحده، عايزينهم مع بعض على طول. يعني الغرفة التانية مثلا يعملوها انتريه او استقبال للضيوف مثلا؟ لا والله بقى، ما احنا بصدد الموارد بقى بنأجرها عشان نستفيد بإيجار. ده حاجة تانية، ده حاجة تانية. يعني كده مستفيدين. نعم. طبعا احنا بنبارك لهم، وهنطلع نسجل معاهم دلوقتي في عش الزوجية، الحاجة امين والحاجة فاطمة، بنبارك لهم طبعا، وربنا يكرمهم ويعني يرزقهم الذرية الصالحة.
هننتقل لمكان آخر في دار المسنين ونحن نحتفل معهم بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير.